رغم الموسم الصفري الدوسري الأفضل في دوري روشن بهذه الجائزة. الهلال يحسم مستقبل مصعب الجوير بعد أدائه مع الشباب. النصر يرد على الهلال بحسم صفقة مدوية، عبد الغني يفجرها مهدد بالرحيل. وكيل محترف الهلال يحسم الجدل قبل كأس العالم للأندية. حقيقة انتقال نجم القادسية في الصيفية، بديل العويس في الهلال. وسط ترقب الهلال، الدحيل القطري يوجه الشكر لمدربه رسميا. حصد الدولي السعودي سالم الدوسري قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جائزة أفضل لاعب سعودي بدوري روشن للمحترفين عن موسم 2024 إلى 525. وقدم سالم الدوسري موسما متميز مع الهلال رغم خسارة فريقه مسابقة دوري روشن للمحترفين بفارق نقطتين عن الاتحاد حامل اللقب. وكان الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب عن شهر مايو الجاري بدوري روشن للمحترفين بعد تسجيل 5 أهداف من بينهم هاتريك. وكانت إدارة الزعيم قد اتفقت منذ فترة مع الدوسري بصورة رسمية على التجديد لمدة موسمين قادمين بعد تداول الكثير من الأقاويل بشأن حقيقة استمراره من عدمه. ويعرف الدوسري بمهاراته العالية وسرعته وقدرته على الحسم، مما يجعله قائدا مميزا، فيما يمثل تجديد عقده خطوة استراتيجية لإدارة الهلال لتعزيز استقرار الفريق قبل مونديال الأندية 2025. ويستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمنتصف يونيو المقبل، ممثلا لقارة آسيا عن تتويجه بدوري أبطال آسيا للنخبة 2021. يستمر الحديث في الفترة الأخيرة عن مستقبل الدولي مصعب الجوير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمعار إلى فريق الشباب. وكان الجوير شارك مع الشباب في الفترة الأخير على سبل الإعارة من نادي الهلال ليقدم اللاعب الشاب مستويات طيبة مع الليث تجعل إدارة الزعيم تتحرك لعودته. الهلال يستقر على مستقبل الجوير. أكدت مصادر صحيفة اليوم أن مسؤولو نادي الهلال استقروا على عدم خروج مصعب الجوير في الموسم المقبل والعودة للزعيم مرة آخر. وأشار المصدر إلى أن الهلال استقر في الوقت الحالي على عدم خروج مصعب الجوير من الفريق خلال الموسم المقبل بصورة نهائية، مؤكدا على أن هناك ثقة كبيرة في اللاعب خلال الفترة الحالية بشكل كامل، وفكرة خروجه غير مطروحة مجددا. وانهى الهلال هذا الموسم محتل المركز الثاني في ترتيب بدوري روشن للمحترفين ب84 نقطة خلف الاتحاد حامل اللقب. توقع حسين عبد الغني لاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق أن ينتقل الدولي علي البليهي مدافع فريق الهلال إلى النصر في الانتقالات الصيفية المقبلة، ردا على انتقال علي لاجامي مدافع العالمي إلى الزعيم. وكان الهلال نجح في حسم صفقة المدافع علي لاجامي من النصر في صفقة انتقال حر ليبرم مع الزعيم عقد لمدة 3 مواسم. عبد الغني عن صفقة لاجامي تحدث حسين عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج دورينا غير قائلا: الانتقالات الكبيرة تحدث حراكا قويا في السوق بالطبع. وواصل: كما انتقل الأجامي للهلال قد نرى البليهي في النصر لما لا، وجماهير الهلال لم تعد تريده رغم ما تردد عن توقيعه لمدة موسمين مقبلين. وكان الهلال توصل لاتفاق مع علي البليهي لتجديد عقده لمدة موسمين، ولم يعلن الفريق الزعيم حتى الآن بشكل رسمي. ويستعد الهلال لحوض مواجهات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بداية من منتصف يونيو المقبل، متواجد في المجموعة الثامنة بالبطولة رفقة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي. يستمر البرازيلي مالكوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مسيرته مع النادي العاصمي خلال بطولة كأس العالم للأندية والموسم المقبل بشكل طبيعي. كشف تقرير هام حقيقة استمرار البرازيلي مالكوم فيليب نجم فريق كرة القدم بنادي الهلال في مسيرته مع قلعة الزعيم خلال بطولة كأس العالم للأندية وأيضا الموسم المقبل بشكل طبيعي. ووفقا لما صرح به وكيل اللاعب لصحيفة الرياضية، فإنه يتبقى في عقد مالكوم مع نادي الهلال موسمان كاملان وهو مستمر مع النادي بشكل طبيعي. وأضاف أيضا البرازيلي بأن مالكوم سيكون ضمن قائمة نادي الهلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. وانتقل مالكوم إلى الهلال في صيف عام 2023 قادما من زينيت الروسي، حيث خاض مع الفريق 93 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 36 هدفا وصنع 31
كما توج اللاعب البرازيلي مع الأزرق ببطولة الدوري وكأس الملك ولقبين من كأس السوبر. وقد ترددت أنباء في الأيام الأخيرة حول وجود خطة لخروج مالكوم من الهلال في الموسم الجديد، مع إمكانية تعويضه بلاعب آخر، في ظل سعي الأزرق العاصمي للتعاقد مع لاعبين أكبر استعدادا لمشاركة مثالية في كأس العالم، استجابة لمطالب الجماهير بالعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية. ترددت أنباء تفيد بتعاقد نادي الهلال مع حارس مرمى القادسية أحمد الكسار من أجل تدعيم صفوف فريقه. تزداد الأنباء بشأن تعاقد فريق كرة القدم مع حارس مرمى جديد في أعقاب إعلان رحيل الحارس الدولي محمد العويس مساء أمس، ويبحث العويس عن فرصة للمشاركة من أجل تمثيل المنتخب الوطني في الفترة المقبلة. ويرحل العويس عن الهلال بحثا عن فرصة للمشاركة بسبب هيمنة الحارس ياسين بونو على التشكيل الأساسي. وأفاد الإعلامي الرياضي سيف السيف بأن خبر تعاقد الهلال مع الحارس أحمد الكسار غير صحيح. واحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، مما ضمن له التأهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، في حين جاء النصر في المرتبة الثالثة برصيد 70 نقطة بعد خسارته أمام الفتح في الجولة الأخيرة. وحل القادسية في المركز الرابع برصيد 68 نقطة، بينما جاء أهلي جدة في المرتبة الخامسة برصيد 76 نقطة. ويخوض العويس بطولة دوري يلو في الموسم المقبل بعد انضمامه إلى العلة. اقترب الفرنسي كريستوف غاليتيه من تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفترة المقبلة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية عام 2025. ويشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية ممثلا قارة آسيا بعد التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2021. ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية رفقة ريال مدريد الإسباني وريد سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي. جالتيه يقترب من الهلال. ذكرت أنباء في الساعات الأخيرة أن جالتيه يقترب من تدريب الهلال قبل انطلاق مونديال الأندية، ويأتي ذلك بعد تقدم إدارة نادي الدحيل القطري عبر بيان رسمي قائلا: الشكر والتقدير للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد كريستوف غالتيه وجهازه المعاون عقب نهاية تعاقده مع النادي، مع تمنياتنا لهم جميعا بالتوفيق في وجهتهم المقبلة. ويقود محمد الشلهوب تدريب الفريق الأول بنادي الهلال خلفا للبرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني السابق للفريق.